سلام الله عليكم جميعا اخواتي الغاليات، كي دايرين؟ على خير وبخير. انا هنايا كنت واضعه الحمص من البارح، غسلته مزيان عده مرات بقوه الوسواس، حيت غادي نخدموا لشي حاجه، وغسلته مزيان حتى ولا الماء ديالو صافي على هذا الشكل هذا هانتوما كتشوفوا. وخليته ليله كامله، تبارك الله. وشتي كيفاش تنفخ. وانا غادي بغيت نستافد من هذا الماء ديالو. هذا الماء ديال الحمص مفيد جدا كما كتعرفوا جميعا، وكيعرفوا الناس كاملين. الماء الحمص فيه الالياف وفيه المعادن وفيه البروتينات، فيه بزاف الاشياء مهم للعظام والالام والمفاصل والظهر، مفيد للكلى، الامراض الكلى. المهم صيدليه كامله ما شاء الله. المهم انا فزقته باش ندير لكم الفيديو منه، وباش نقول لكم هذا الماء لاش كيصلاح. هذا الماء الا بغيتي تستافدي منه وتستافدي من هذه الفوائد اللي قلت لك كامله في الماء الحمص، غادي تبيتيه ليله كامله بعد ما تغسليه مزيان تشربيه. تشربي واحد كاس هكا على الريق باش تستافدي من هذه الاشياء كلها، لانه مفيد جدا وكيقوي العظام غادي نشرب. راني شربت بعدا على الخوا واحد الكاس، للامانه شربته حيت انا درته باش نستافد منه. بسم الله، انا غادي نشرب واحد شويه امامكم، حيت راني سبق لي شربته الحمد لله. وغادي نخلي منه هاد شويه، هذا الماء راه مفيد جدا. وهذا الماء هذا اش غادي ندير به باش ما نضيعوش؟ انا غادي نوريكم اش غادي ديروا به اليوم. ما بغيتش ندير لكم جوج فيديوهات، درت فيديو واحد في مره فيه جوج فيديوهات. ناخذ واحد القطينه، هذوك اللي كيمسحوا بهم الوجه، الى عندكم تاخذوهم بحال هكا وتتفزقوه هكا وتدوروه على وجهكم كامل هكا، كتمسحوا به الوجه، فهمتوني؟ كتمسحوا به الوجه هكذا كامل بهاد القطينه هكا. داك القطن اللي كيمسحوا به الوجه راكم عارفينه، ما بقاليش انا. هكا كتمسحي به وجهك، مفيد جدا يوميا، او كديريه في شي قريعه هكا بالبخاخ. انا دابا هذا هو الوجه كما كتشوفوا. انا وريت لكم في يديا، ولكن غنوري لكم حتى في الوجه ديال المانكا. هانتوما غادي ديروا على هذا الشكل هذا هكا، ديروه هنا حتى في الجبهه بهذه الطريقه هذه هكذا، فوق العينين والانف وكل شيء. تقدري ديريه حتى في العنق ديالك هنايا، لان ما عنده ما غادي يدير لك، الا ما نفعك ما غيضرك. تيبيض الوجه وكيساعد في تاخر التجاعيد، ما كيخليهمش، وكيحيد الكلف بعد مده. سمعتيو؟ واظبوا عليها. هذا هو هكا كندير انا، بحال راني كنديرو في وجهي على هذا الشكل هكا. المهم المانكا هي وريت لكم فيها، يلا طبقوا الطريقه الاخوات من الكلف، ولكن باستمرار. ماشي تقولي وصفه درتها اليوم وغادي تعطي النتيجه. اي حاجه كديريها بعد اسبوع، 2 اسابيع، 3، المهم كتستمري فيها وكتجيب نتيجه باذن الله ان شاء الله، وعن تجربه هادشي. انا الحمص ديالي اللي فزقت كما كتشوفوا غنديروا غذاء، فهو قلت لكم غذاء ودواء. اليوم غذاء ودواء. اليوم غادي ندير لكم الحمص ان شاء الله كوجبه غذاء مفيده باش نكملوا. شربناه في الصباح ونديروه غذاء. هانتوما كتشوفوا، كنشوف واش الكميه غتكفيني ولا ما شاء الله راه كافياني. وغنخلي الاخر هذا راه غادي نديروه في بلاستيك ونديروه في الفريغو. ملي كنبغي نصوب الحريره ولا الشوربه ولا اي حاجه ولا الكسكس كيصلح لينا الحمص، كيكون واجد. هنايا انا غادي نوجد هنايا باش نصوب هذا الحمص. عندي هنا المطيشه، كديري 2 مطيشات ولا 3. غندير هنا غير نص بصله وواحد الفلفله حاره،
انايا قبل باش ما نطول عليكم الفيديو حيت هضرت في الاول، انا درتهم هنايا وغادي نطحنهم ونخويهم في الكوكوط وندير التوابل ونتلاقى معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هنا انا طحنت البصل والطماطم واحد شويه صافي، كتجي على هذا الشكل هذا. انت بغيتي تحكيها بالمحكه كتقدري تحكيها، ها نتوما كتشوفوا صافي. وغنخويها لهذا الشكل هذا. هنايا درت هاد المزيوده، هنايا التوابل عندي الكركم وبابريكا وهنايا الملح وهنا بزار وسكينجبير صافي. هادو هما التوابل. وهنايا غادي ندير، وهنايا غادي نحك واحد الدريسات ديال الثومه. الثومه حتى هي مفيده للحمص. صافي وغادي ندير الزويته، ندير زيت الزيتون وزيت المائده. نخلط هكايا صافي. هاد العناصر هذه كامله غادي نخلطها. وهنايا غنضيف ليها كذلك هنايا واحد شويه ديال الربيع عندي مقطع، صبر ومعدنوس هنا في الفريغو. وكذلك غادي نضيف ليها واحد شويه د لاداند قطعته طريفات كان عندي في الثلاجه في الفريغو. انتي الا عندك اللحم تزيديه، الا ما عندكش ما تديريهش، تيجي هو صحي باللحم ولا بلا لحم. حنا هذيك اي اضافه، الا عندك متواجد ديريه، ما عندكش بلاش. شويه د لاداند او شويه د اللحم او شويه الدجاج اللي موجود عندك، والا ما موجودش بلاش، تيجي رائع حتى هو هكاك وصحي. حنا كنستافدوا من الفوائد الحمص وغادي نخوي عليه الماء ونشد عليه. هنا الطريقه هذه باش انا كنطحن المطيشه والبصله ما تتخليش يتشحر، فهمتيوا البنات الاخوات؟ انا ما تنخليهش يتشحر، حيت الا تشحر غيعطيك واحد لوغو في شكل هكا تيطيب، كيجي واحد لوغو فيه واحد الطيبه جد رائعه. ما تخليش يتشحر، غادي تضيفي له الماء صافي وغتخليه يطيب على هذا الشكل هذا. وجي تشوفي البنه يا سلام ان شاء الله. ونتلاقاو في الشكل النهائي. انا غنردو يطيب ونتلاقاو في الشكل النهائي ان شاء الله. ما تمشيو فين ان شاء الله. في فيديو اخر غادي ندير لكم ماسك الحمص مفيد جدا. والبنات وانتم كتفرجوا في الفيديو من الاول كيف تبداو الفيديو، الله يحفظكم لينا ويعطيكم ما تمنيتوا. ما تنساوش ديروا اللايك. كيفاش تدخلوا؟ كي تدخلوا ديروا اللايك حيت كتنساوه فاش هذا هو الشكل النهائي ديال الحمص ديالنا اللي طاب. عرفتي جا ملبي، ما نقولكمش. والمريقه البنينه بنينه يا سلام. جربوا بهذه الطريقه اللي قلت لكم، وطحنوا مطيشه والبصله وحكوا الثومه بهذه الطريقه اللي قلت لكم في الفيديو. وما تقليوش الشرموله، ما تقليوهاش صافي، وضيفوا ليها الماء وكتجي على هذا الشكل هذا. يا سلام. تمنيت لو كنتوا معايا. خبيز ديال الدار الذي لا يعلى عليه حتى هو عاد طيبته دابا عاد سخيخان. وان شاء الله غادي نرافقوا بواحد العصير ديال الماء د الحمص اللي بقى ليا بعد ما حيدت الحمص درتو في الفريغو اللي بقى. غادي نضيف عليه هنايا التفاح وغادي نطحنو امامكم ان شاء الله، وغنشربو بعد ما حسيت بواحد العياء صافي. جيت فين نطيب الخبز ورديت الغدا وكل شيء حتى كنت صافي. ندير هاد التفاح هنايا في الميكسور كما كتشوفوا. الا خصو الماء غادي نزيدو ولا ما خصوش، وانا محتفظه بالماء اللي بقى لي حيت قلت لكم غنبقى نشرب منه. راه مفيد جدا لو كون عرفتوا الفوائد ديالو.
ما عمركم غادي تخطيو الماء د الحمص صافي، وغادي ديري له شويه السنيده على حسب الذوق، السكر او العسل او اللي بغيتي نتي. الا بغيتي تحليه بشويه انا غندير غير شي واحد نص معلقه هكايا وصافي. نتي ما بغيتيش ديري لا ديريش ليه حتى حاجه، تقدري تشربيه هكا. انا غير على العيا باش ما نيتو. بسم الله. صافي وغادي نطحنو على هذا الشكل هذا صافي. وهانتوما كتشوفوا العصير ديالنا كيفاش جا رائع، شتيو ديال التفاح والماء د الحمص كيجي ولا اروع. كنتمنى يعجبكم. انا غنحيد العطش بهذا الكويس هذا والعيا. بسم الله. نم 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 بالصحه والراحه. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا. ما تنساوش الا عجبكم دعمونا وشجعونا وطبقوا الوصفه. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش لي لايك اللي قلت لكم، ما تنساوش اللايك فضلا منكم وليس امرا. وكما قلت لكم الحمص صيدليه متكامله، حافظوا عليه وحاولوا تطيبوه مرات في الاسبوع، لانه مفيد جدا، مفيد للماكله ومفيد للوجه، مفيد بزاف الاشياء. ضروري تصوبوه دائما.